بمكانة الفريق وبسمعة الفريق وبتاريخه وجماهيريته وحضوره الكبير على مستوى منافسات بطولة الدوري. لذلك يبحث جمهور الريان عن أن تكون مرحلة الإياب أفضل. يدركون بأن مسألة الفوز بلقب بطولة الدوري أمر سيكون في غاية الصعوبة. حاليا الفارق ما بين الريان والمتصدر نادي السد وصل إلى 12 نقطة. السد بعد انتصاره في مباراة راية بالإضافة إلى عبد الله أنس كحكم مساعد ثاني في مباراة اليوم، بينما محمد أحمد هو الحكم الرابع. ويراقب حكام هذا اللقاء السيد عبد الله البلوشي، بينما يراقب المباراة عبد الله الأنصاري. نذهب إلى تشكيلة الفريقين اليوم. في بعض الغيابات الحاضرة بالنسبة لنادي السيلية كارامبوجي بكل تأكيد يغيب، رامي الرضائيان أيضا يغيب، مجد ذلك وكان حاضرا بقميص نادي الاتحاد. الكرة لمصلحة نادي السيلية الآن على مشارف منطقة الجزاء، ملعوب المحاولة خطيرة، يسجل السيلية ويتقدم بنتيجة المواجهة مبكرا جدا عن طريق البرازيلي تياغو. يضع كرة في شباك فهد يونس ويصنع الفارق مبكرا جدا مبكرا جدا. هذه المحاولة هنا الكرة بدأت في المرة الأولى، لا والله المدافع شجاع خليل زادة هو من يضع الكرة في مرمى فريقه الإيراني الذي يتواجد أساسيا في مكان غير مكانه. في اللقطة الماضية يضرب كرة لتسكن برافو. أيضا يأتي بأقدام تياغو يبحث عن التسجيل، هو من سجل في مرمى نادي يبحث اليوم عن هدف آخر. البرازيلي في مواجهة فهد يونس يسجل الثاني. الهدف الثاني يأتي لمصلحة السيلية. الشواهين في أرضية الملعب تتألق في مواجهة الأسود وتزهر، لا تصقر هنا في ملعب جاسم بن حمد ليتقدم. واليوم يسجل هنا من علامة الجزاء في مرمى النادي نادي الريان. غاب عن التسجيل، كانت على حساب دحيح، قبلها الكبيرة. يظهر السيلية بشكل جيد، كرة بمحاولة من أجل تقليص الفارق، تسديدة تأتي مرشولة. بلغوه، خبروه، سولفوا وياه، تكلموا معاه. لما لوران بلان يضرب كيف صار مدافع، لأن لوران بلان مدافع ويلعب في نفس مكان داميترا، فراح يستغرب شلون صار مدافع. كرة بمحاولة مرور الآن فيها تغطية مصافرة موجودة وخطأ يأتي على شجاع خليل زادة الإيراني خارج نطاق التغطية تماما في مباراة اليوم. كما ذكرت يمكن بحكم أنه يلعب في مركز غير مركزه. هنا ميمي مرور بشكل مثالي جدا. السيلية في اللحظات الماضية من أحداث هذه المواجهة الآن يبحثون عن هدف ثالث بعد ما سجلوا الأول، بعد ما سجلوا الثاني يبحثون عن الهدف الثالث بكرة تأتي داخل يوهان بولي وبالتالي يأتي التبديل في الدوري. كرة بمحاولة عرضية داخل منطقة الجزاء رأسية الآن، لكن تغطية من العبيدي، إبعاد في التوقيت المناسب، وصلت في الجانب الآخر وتحولت على مكتسبات شوط المباراة الأول بالنسبة لنادي السيلية. فرصة من أجل تسجيل الهدف الثالث وتسديدة تأتي لكن مرت بجوار القائم. ميمي يضرب كرة مرت بجوار القائم. 5 أهداف لميمي، 1 في الريان، 2 في الخريطيات، 2 في الغرافة، و1 في مرمى الدحيل. عفوا 6 بالنسبة للسيلية اللي تنقل عبر الفيسبوك، عبر البث المباشر في تويتر، في غيره من الأشياء. المباريات اللي تتابع على قنوات الكاس تضاهي القمم، والسبب رابطة مشجعين السيلية في وين؟ في العراق. ليش؟ عشان خاطر ميمي. جمهور العراق حضورا من خلال منافسات بطولة الدوري. أرجنتيني واحد، لكن عندنا اللاعب الإيراني
لا زالت قائمة مستمرة ياسين إبراهيمي على مستوى الاستلام والتوغل والدخول، يبحث عن المراوغة. الإيراني محاولة لتغيير كامل اتجاه اللعب، مثالية جدا وصلت في الجانب الآخر، لكن يبدو لي أن هنالك راية. نعم تأتي الراية من عبد الله أنس حكم المساعد الثاني في مباراة اليوم، والتسلل حاضرا على اللاعب مهند. نعم مهند متسلل، ميمي متسللة في اللقطة. إذا حارس المرمى كلود أمين سنوات مع نادي الاتحيل، حقق من خلال تناغم كرة بأقدامه حاتم ملعوب. اللقطة الماضية مرت من أمامي على يسار حارس المرمى كلود أمين. هنالك 3 إلى 4 دقائق ممكن تكون نهاية الشوط الأول. يمتلك الفرصة من أجل تسجيل هدف يقلص فيه الفارق، لكن حذاري بأن يترك خصوصا خطوط الخط خلي منطقة الجزاء. عادت مرتدة الآن، آخر محاولات في شوط المباراة الأول بالنسبة لنادي رامي. فايز هو من سدد، ورامي يمتلك تسديدات مميزة جدا. رامي لعب له مصران لقطر، نادي الجيش مع السيلية، حضر بشكل كبير مع النادي العربي في فترة من الفترات أيضا، والرجل الذي يقدم أداء مميزا كلما كان حاضر. يمتلك أيضا وقد يكسب نقاطه الثلاث، يمتلك فرصة للتسجيل الآن بمحاولة عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن أبعدت في التوقيت المناسب وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. مال الصغار الذين يشاهدونه في كل موسم على منصة التتويج. كرة محاولة تصل إلى مهند علي داخل منطقة الجزاء، فرصة من أجل الهدف الثالث ويسجل تياغو، لكن راية موجودة والتسلل لأن لا وجود لهدف في اللقطة الماضية. الآن ممكن أن يأتي الهدف، دخول إلى داخل منطقة الجزاء، كرة لمحاولة خطيرة جدا، لكن مرت كرة ميمي مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمي التماس. توغل، انطلاق، محاولة، اختراق، وصول إلى المرمى من نادي اشبيليا لمدة 3 مواسم، بعد 3 مواسم قضاها هنالك مع الفريق الاندلسي. تماس، رمي التماس، هذه الكرة، هنا التوغل، هنا المحاولة، هنا الدخول إلى منطقة الجزاء، هنا الانطلاق، هنا الثالث، وكان يعلم تماما بأن الهدف الثالث بكل تأكيد سيعني بأن فريقه ممكن. محاولة القادمة والكرة بعد ربع ساعة مرت منذ بداية الشوط الثاني بمحاولة تأتي وتسديد. يا سلام، حلوة الكرة الماضية، والأحلى هو التدخل من كرة لعبها رامين في زاوية وفي اللي هو فهد يونس. فهد يونس قدام نفس الرجل رامين رضائيان، يلعب المحاولة داخل منطقة الجزاء. ميركادو رغم من أن أكبر محاولة من ركنية داخل منطقة الجزاء التحتية، يشعر لي بهدفين مقابل لا شيء. تحدثت عن آخر انتصارات السيلية على حساب نادي الريان على مستوى سنوات، 7 سنوات، وكان أيضا في ذلك التوقيت مع مهاجم آخر اللي هو إيلونغا وداغانو في مباراة سجلوا رباعية في شباك نادي الريان، كل واحد سجل 2 وفوزي عايز سجل هدف 5. مباراة انتهت 5-1 كأكبر انتصار لنادي السيلية على حساب نادي الريان. الريان ايضا سجل انتصارات كبيرة على نادي السيلية خلال مواجهات الفريقين في السنوات الماضية، وصل احداها الى 7 أهداف مقابل 3. اول مواجهة جمعت ما بين الفريقين كانت في عام